ومن الأمور التي يتعرض لها العلماء رضي الله تعالى عنهم أنه لا بأس أن يعرض الرجل بنته على الرجل الصالح. إذا عرفت شابا صالحا دينا وخلوقا، إذا توسمت فيه الخير، فأي مكسب بعد هذا المكسب أن يكون صهرا لك وزوجا لبنتك. ولقد علمنا ربنا عز وجل هذا في سيرة النبيين والمرسلين، إذ قال عن سيدنا شعيب: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني، يقول لسيدنا موسى، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. إذن هو الذي عرض الزواج، هو الذي عرض بنته أو إحدى بنتيه على سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لما رأى من حيائه ودينه وخلقه. ولقد ثبت في صحيح البخاري أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عرض بنته حفصة على سيدنا عثمان رضي الله عنه، فلم يرد سيدنا عثمان، لم يرد عليه جوابا. ثم عرضها على سيدنا أبي بكر فلم يرد عليه جوابا. ثم بعد ذلك أكرمه الله تبارك وتعالى بأن زوجها من رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فكانت أم المؤمنين وهن خير نساء الخلق على الإطلاق. يقول سيدنا عمر بن الخطاب: فعاتبت أبا بكر في ذلك فقال: والله لما عرضتها علي كنت أرغب أن أتزوجها، ولكني كنت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فقلت لعله يريدها لنفسه فأبيت أن أرد عليك جوابا. إذن لا بأس بالرجل الصالح أن يعرض بنته على الشاب الذي يرى فيه الكفاءة والأهلية والدين والخلق ليسترها وليضمن لها إن شاء الله بفضل الله وكرمه مستقبلا حسنا طيبا إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هذه الأمور ينبغي أن نتنبه لها وأن نكون واعين لها، وأن لا نؤخذ بما أخذ به كثير من الناس من الإقبال على الدنيا والمادة، حتى أصبحت المادة هي الشغل الشاغل في أذهاننا وعقولنا وتصرفاتنا. ومع ذلك فلا ينبغي أن يتعدى هذا بأن نجني بهذه المادة والدنيا، أن نجني على بناتنا وأن نجني على شبابنا. ينبغي أن نجنب الدنيا جانبا ونسعى في تحصيل السعادة الدنيوية والأخروية لشبابنا وبناتنا، فلا يكن الهم الشاغل هو أمور الدنيا كما حصل في زمننا هذا عند كثير من الناس. فالإنسان الذي يخشى الله تبارك وتعالى ويحب السعادة لنفسه ولأهله وزوجه وأولاده يعمل بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير ناصح أمين لنا وللأمة كلها إلى يوم القيامة.